بيقول لك ست تخينه قوي قاعده مع ابنها في البيت، لقت في تخبيط في الشقه، راحت ماسكه ابنها من سكات وقالت له اسكت خالص، ودخلت بيه المطبخ. بتبص من باب المطبخ لقت في حرامي دخل الشقه، قالت له ما تتكلمش خالص. الحرامي عمال يقلب في الشقه بيدور على اي حاجه يسرقها. الست راحت جريت وراحت نط على الحرامي ضغطاه في الارض ونامت عليه. الحرامي مش قادر يتنفس وحس ان نفسه واقف خالص. فالست قالت لابنها اجري هات انت ابوك بسرعه من على القهوه، قول له امي ماسكه حرامي. فالواد قال لها حاضر يا ماما. دخل اوضه النوم وطلع، وبعدين دخل على الصاله وطلع، وبعدين دخل المطبخ وطلع. فامه بتقول له مالك يا بتدور على ايه؟ فالواد قال لها بدور على الشبشب يا ماما. الحرامي قال له يخرب بيت امك روح حافي. بيقول لك 2 مساطيل بيتسطلوا تحت سور مدرسه، فمسطول بيقول لصاحبه شايف يا صاحبي الاسعار بقت عامله ازاي؟ كل حاجه غليت وبقت طقطقين، الاسعار كلها اتضاعفت. فالمساطيل سمعوا المدرسه بتسال الطلبه سؤال: مين فيكم يعرف 5 في 5 بكام؟ قام لها طالب غبي قوي قال لها 5 في 55. فالمسؤول بره قال لصاحبه شفت يا صاحبي مش بقول لك ادي زمان كانت ب 25. بيقول لك واحد كان سهران مع اصحابه ورجع البيت، اول ما دخل الشقه بص لمراته قال لها حبيبتي عايز اقول لك على حاجه. قالت له قول يا حبيبي. قال لها انت منوره الشقه كلها. قالت له ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش من كلامك الحلو ده ابدا طول العمر. قال لها يخليك ليا ايه وما يحرمنيش من كلامك ايه؟ قومي يا هانم طفي الانوار دي. بيقول لك ما حدش قاعد بيشرب سجارتين. مراته عماله تبص له متضايقه انه قاعد بيحشش في البيت كده ومش نازل شغل ولا بيعمل اي مصلحه. فمراته قالت ما بينها وما بين نفسها لازم اعاقبه على موضوع الحشيش ده. والله ما انا طبخه النهارده. صاحبنا بعد ما شرب السجارتين جاع قوي، قام يدور في المطبخ على اي اكل ما لقاش حاجه، بص في التلاجة ما لقاش حاجه. فقال لمراته انت ما طبختيش حاجه ولا ايه؟ قالت له لا ما طبختش ومش هطبخ. زعل قوي ودخل ينام. فصعب على مراته ودخلت تصالحه، بتقول له خلاص ما تزعلش يا حبيبي اعمل لك مساج. قال لا والله العظيم لو عملتي لي ارميه بالحله بتاعته من الشباك. بيقول لك واحد غبي كان نفسه يتجوز، كل ما يقرب من واحده وتعرف ان هو غبي بتسيبه وتمشي، يروح يدور على واحده غيرها برضه نفس النظام، تعرف انه غبي تسيبه وتمشي. قال لا مفيش فايده بقى انا لازم اتجوز، انا هاخد عربيتي وانزل الشارع اي واحده الاقيها على الاسفلت هخطفها وهتجوزها حتى لو غصب عنها. خد عربيته ونزل الشارع بيبص لقى واحده واقفه على الرصيف، راح نازل خطفها وحطها في العربيه. لاجل حظه الزفت اللي خطفها كانت اغبى منه، فقعدت تصرخ الحقوني الحقوني ده خطفني. الغبي قال لها تسكتي ولا نزلك من العربيه؟ قالت له لا خلاص هسكت. بيقول لك ما حدش اول مره يدخل مول، فبص قدامه وشاف سلم كهربا، قال بسم الله ما شاء الله وده ايه ده كمان؟ فكان في واحد واقف جنبه قال له ده سلم بالكهربا، لو مراتك شكلها مش حلو وجبتها معاك وطلعتها على السلم ده تستلمها من فوق واحده تاني خالص. فالمحدش قال له يا عم انت بتتكلم بجد ولا ايه؟ قال له ايوه طبعا ونعرفك عشان اهزر معاك. تاني يوم راح جاب مراته وجه قال لها بقول لك يا سعاده حبيبتي اطلعي انت على السلم ده وانا هقابلك من فوق. قالت له سلم ايه ده يا راجل ده شكله بالكهرباء وانا خاف اقع من عليه. قال لها جمدي قلبك بس تقعي ايه يا ست وبتاع ايه ما تخافيش مش هتقعي، يلا انا هطلع استناكي فوق. سعاد ركبت السلم وهي خايفه، اول ما اتحرك بيها شويه راحت واقعه على ظهرها، رجعت لاخر السلم تاني. كان في واحده وراها اجنبيه طالعه على السلم، اول ما طلعت فوق والراجل شافها فالمحدش واقف من فوق لقى الست الاجنبيه طلعت قدامه انبهر، قال الله انت بقيت ازاي كده بالحلاوه دي يا سعاد؟ فالست الاجنبيه قالت له وات؟ قال لها ما شاء الله وكمان معاكي لغه. بيقول لك واحد ماشي بعربيته من قدام مستشفى المجانين، فالعجله اللي قدام طارت من العربيه والمسامير كلها اللي فيها طارت. الراجل نزل جري ورا العجله جابها ورجع، بس ما لقاش ولا مسمار من المسامير اللي رابطين العجله، فوقف مش عارف يتصرف ازاي. واحد مجنون واقف باصص من شباك المستشفى،
فبص للراجل بيقول له مالك محتار ليه؟ قال له المسامير بتاعة العجلة كلها ضاعت ومش عارف هركب العجلة ازاي دلوقتي. قال له يا عم بسيطة، خد من كل عجلة مسمار وركب العجلة كده، يبقى كل عجلة فيها 3 مسامير لحد ما توصلك أقرب مكان وبقى ركب المسامير اللي ناقصة. فالراجل بيقول له بذمتك انت مجنون؟ قال له ايوه انا مجنون بس مش حمار. بيقول لك واحد مجنون شغال حانوتي، الساعة 2 بالليل ناس جايين ومعاهم واحد عايزين يدفنوه. قام الحانوتي حفر القبر وجهز كل حاجة وخد منهم الراجل حطه في القبر وقال لهم رضوني بقى يا جماعة. أهل الميت مرضيش يديله فلوس، فبيبص لقى الميت بيتحرك وقايم. أبو أهله كلهم خافوا واترعبوا وجريوا، فالحانوتي جري وراهم قال لهم يا جماعة رضوني. قالوا له راضيك ايه؟ ما هو صحي تاني. قال لهم ما تخافوش انا قتلته بالكوريك.